هبهدلك، عارف يعني ايه هبهدلك؟ هبهدلك النهارده وهموتك. شوفي يعني ايه هموتك. ايوب انت بتتخانق مع المخده؟ ايه بتبصي؟ مش عاجبك؟ اللي بتعمله ده يا ايوب. سيبيني اطلع غلي فيها. هتطلع غلك في المخده؟ ما هو لازم حاجه اطلع غلي فيها بدل ما افضل كاتب في نفسي واطرشق واموت. معلش يا حبيبي، استهدى بالله كده وهدي اعصابك. وانا قاعد فيا اعصاب. الشنطه كانت متعكمه فلوس وقلنا خلاص حلمنا اتحقق. يجي رمزي ويتضح ان الشنطه بتاعته وياخدها ويمشي. احمد ربنا انه اتلقى في الشنطه وما بلغش عننا البوليس. عشان ايه بقى؟ الله، هو مش لقى الشنطه المسروقه في بيتنا؟ كان ممكن يفكر ان احنا اللي وزينا الحرامي عشان يسرقها. انا مش عارفه هتفضل ملحسه في وشنا لحد امتى، ولحد امتى هنفضل ناخد زونها بالشكل ده. انا عن نفسي خلاص جدتي نحست على كده. بس انت بقى المفروض تسيب الشغلانه بتاعت الفتوانه دي. كفايه اللي جرالنا الليله دي من عصابه ابو سريع. عندك حق، انا لا ليا في الشحاته ولا في الفتوانه. انا من بكره هروح المعلم مرحوم وخليه يدور لي على شغلانه محترمه يا اما بلاش. ايوه، اهو ده بقى عين العقل. وعلى راي المثل، اللي ملناش فيه ملناش دعوه بيه. سامح ايه يا هويدا؟ ايه يا هويدا الكلام ده يا هويدا؟ نزلتي قلتي نص ساعه اشتري حته قماش وبقالك بره ساعتين دلوقتي. الله، مش عقبال ما لفيت على المحلات ولقيت حته القماش اللي عجبتني. بص اتفرج. يعني مش بطاله. مش بطاله ده ايه دي؟ شكلها يجنن. اتفرج بس عليها كده هون لما افصلها فستان وقول لي ايه رايك. طيب هروح اغير هدومي بقى عشان انزل انا كمان. طيب مش تسمع الاول اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ مش وانا ماشيه في الشارع صدفه قابلت الست الفتويه اللي اسمها توحيده. توحيده مين دي؟ اللي هي بقى تبقى مرات الراجل صاحب البيت اللي ساكن فيه ايوب وعنايات. ايوه بس انت كنتي قلتي لي ان الراجل ده مسجون. ايوه هو مسجون، لكن هي لسه ما اتسجنتش. اسكت على اللي عملته فيا في الشارع. عملت فيكي ايه؟ شتمتني وبهدلتني وقالت لي قاموس الشتايم كله. يا مفلسين، يا جعانين، يا اللي عايشين على قفا البني ادمين، وحاجات من دي كتير بقى. الله 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 الله، اما ست لسانها طويل صحيح. انما هي قالت لك كل الحاجات دي ليه يعني؟ بتقول علشان ايوب وعنايات ما دفعوش ايجار 6 اشهر وهم بيتهربوا منها. بس انت غلطانه برضو يا هويدا. انا غلطانه؟ ايوه طبعا، ما كانش المفروض تسكتي، كنت تجرجريها على اقرب نقطه شرطه. ما هو انت مش عارف انها على طول ماشيه بالمطاوي والسكاكين، ولو كنت بس ندهت على الشرطي كانت جابت رقبتي على السكين. ليه يعني؟ وفي ايه يعني؟ الدنيا سايبه. طب يا ريتني انا كنت موجود وانا كنت اوريك انا كنت هعمل فيها ايه. بيني وبينك بقى يا سامح، انا ابتديت اخاف على ايوب وعنايات منها. دي مستحلفه لا تروح لهم النهارده ويا تاخد منهم الايجار يا تولع فيهم بجاز ونار. وهي قالت لك كده وانت ولا رديتي عليها؟ لا ازاي؟ انا شتمتها، قلت لها يا وحشه. بس بقى لما لقيت الناس اتلمت علينا جريت لغايه لما وصلت هنا بسرعه جدا. انا بشوفها كنت فرتكتها. وده مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ هي مصيبه لا تكون هي. هي مين؟ الولايه الفتويه دي اللي انت بتقولي عليها. لا وهي هتعرف بيتنا منين؟ مش يمكن يا حبيبتي تكون مشيت وراكي وانت مش حاسه؟ طب روح افتح لها. لا افتحي لها انت اقرب، افتحي لها انت. هو انت خايف منها؟ خايف؟ بتقوليها لي في وشي؟ انا خايف عليها يا حبيبتي. انا لو فتحت الباب ده دلوقتي ولقيتها في وشي هطبق في زماره رقبتها ومش هسيبها الا والزماره في ايدي. اتفضلي افتحي انت. طب انا هروح افتح، بس اياك انت تتحرك هنا من مكانك. يا حبيبتي مش ممكن اتحرك واسيبك ابدا. يا رب استر. ازيك يا هويدا؟ اهلا، ازيك يا ابو سامي؟ اوعى اكون جيت لك في وقت مش مناسب ولا حاجه. لا ازاي؟ البيت بيتك في اي وقت. يختي عليكي وعلى لسانك اللي بينقط سكر يا هويدا. حقيقي انت احسن جاره ليا في البيت ده. ربنا يديم المعروف. متشكره قوي. انا الحقيقه جايه عشان استعمل التليفون، ممكن؟ طبعا قوي قوي يا حبيبتي. اتفضلي كده. شكرا. الو. ايوه يا ماما، بذمه ده الكلام ده يا ماما؟ انت ليه لغايه دلوقتي يا ماما ما بعتيش البنت سيده الشغاله؟ يا ماما الشقه عندي متكركبه اخر كركبه وتضرب تقلب من فوق لتحت.
وحمدي صاحي من النوم يتخانق معايا وصمم قال لي ما اروحش الشغل النهارده واقعد ارتب البيت. ايه؟ ما انا قلت لك البنت اللي كانت عندي مشيت وليه يومين ما بتجيش. من فضلك يا ماما عشان خاطري ابعتي البنت سيده حالا دلوقتي عشان تشوف شغل البيت ومصلحه البيت وانا انزل اشوف شغلي. طب يا حبيبتي عشان خاطري. ماشي يا ماما. طب يا حبيبتي مع الف سلامه. باي باي يا ماما. ماشي حاضر. حاضر يا ستي حاضر. باي باي. هي الشغاله بتاعتك ما بتجيش ليه؟ ما اعرفش يا هويدا، اهي بقى لها يومين غطسانه ما ورتنيش وشها، وانت عارفه بقى الشغالات ووجع القلب بتاعهم. تصوري يا هويدا كل هدوم حمدي جوزي عند المكواج لغايه دلوقتي مش عارفين نجيبها ازاي. الله، طيب ما توصلي انت لحد المكواجي وتجيبيهم. انا ما عنديش وقت يا هويدا، ده انا يا دوبك بنزل الشغل الصبح وبرجع بعد الظهر وبقعد هما ساعتين 2 وبضطر انزل تاني الشغل عشان الاوفر تايم ما انت عارفه. طب وجوزك؟ جوزي يا ست مزمزق ومش عاجبه الحال. قولي لي يا هويدا ايه اللي في ايدي وانا ما عملتوش؟ يا هويدا. ايوه يا سامح. هستأذنك بس عشان اشوف سامح عايزني فين. ماشي يا حبيبتي اتفضلي روحي له وانا هستأذن بقى يا هويدا معلش. ما لسه بدري من عمرك يا روح قلبي. حقيقي يا هويدا انتي اقرب واحده لقلبي، احسن جاره ليا هنا في البيت ده. ربنا يديم المعروف يا حبيبتي. انستي وشرفتي. متشكره قوي. اشوف وشك بخير يا هويدا. مع السلامه. باي باي يا حبيبتي. هي فين؟ فين؟ هي فين؟ انا جبت لها شومه عشان افتح دماغها. هي مين؟ هي الست الفتويه، هي اللي كانت هنا مش كده؟ لا مش هي يا سبع البرومبا. مش هي؟ يا خساره! فلتت من ايدي المره دي. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مين اللي بيخبط علينا الصبح بالشكل ده؟ حد يخبط على بيت الناس بالشكل ده؟ ده حتى عيب، والله عيب خالص ده. العوافية يا استعنايات هانم. اهلا وسهلا ست توحيده. انت فينك من زمان ما حدش بيشوفك ليه؟ والله وحشتينا خالص. اتفضلي ادخلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله، انت غايبه عننا فين يا ست توحيده؟ قلت يا اختي اخلي عندي شوية دم وما اجيش اطلب الايجار المتأخر واسيبكم تبعتوه لي زي بقية السكان بتوع العمارة. انما بقى فات شهر ورا شهر ورا شهر لما بقوا 6 اشهر لا بعته ولا سألته. لا، ما احنا كنا هنبعتهولك يا ست توحيده. وليه يا حبيبتي تتعبي نفسك؟ انا جيت بنفسي عشان اخد الايجار كله المتأخر. ان شاء الله هتاخديه يا ست توحيده. على اذنك دقيقه واحده بس. اذنك معاكي يا نظري. ايوب اصحى يا ايوب. مش صاحي. يا راجل، الوليه توحيده مرات صاحب البيت واقفه بره. سامح. سامحها وطنش. عايزاني اعمل ايه؟ تقوم تتكلم معاها. يا حبيبتي دي ولية شرسة زي جوزها، والكلام معاها قد يؤدي إلى تربنة وارتجاج في المخ. ايوب اعمل معروف يا ايوب. قوم معايا بقى. حاضر، هقوم اهو. تعالي معايا. لا خلينا انا هنا. لا يا حبيبتي، انا نضرب سوا يا بلاش. ورايا. توحيدة هانم، أشرقت الأنوار وتفشخر الدار. تشكر على كل حال. هلا أنت واقفة ليه؟ اتفضلي اقعدي. لا يا ضنا، انا مش جاي عشان اقعد، انا جاي اخد الايجار المتاخر وانزل. طيب تحت أمرك يا ستي، ما قلناش حاجة. هو المعلم عتريس خرج من السجن ولا لسه؟ لسه ان شاء الله هيخرج بعد اسبوع، ويكون في علمك هو مستحلف لكم ومش ناوي يجيبها معاكم البر. ليه بس؟ احنا عملنا له حاجه؟ يختي حوشي حوشي، ده انتوا ما صدقتوا الراجل دخل السجن وصهينتوا على دفع الاجره. انا على راي المثل الغاب القط. العب يا ايوب. العب يا أيوب؟ ألعب فين؟ وليه غريبة أوي. لا هو أنا فار يا ست هانم. لا 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 لا، فلوسك هتاخديها على داير المليم. لا، هو المبلغ كام بالظبط؟ 360 جنيه. عناية هانم، معاكي 360 جنيه؟ ما انت عارف يا ايوب، فلوسنا كلها في البنك، والنهارده الجمعه والبنك اجازه. أها، ده بكرة السبت، البنك أجازة. والحد عيد شم النسيم والبنك برضو اجازه.
الاثنين الثلاث الاربع عيد ميلادي، البنك اجازه. البنك بيقفل يوم عيد ميلادك كمان؟ وفي الاسبوع كمان. اسمع بقى ما اقول لك، انا الكلام ده ما يخشش عليا. هديك مهله يومين 2 تحضر لي الايجار المتاخر، والا هروح للمعلم عتريس في سجنه واقول له على كل حاجه، وانت عارف بقى لما يخرج هيعمل ايه المعلم عتريس. فوتك بعافيه من غير نفس. بقول لك ايه؟ نعم. حسك عينك تاخر الايجار. يلعب يا عتريس. وبعدين يا ايوب، احنا لازم ندبر المبلغ ده بسرعه، الناس دول باين عليهم شرانيين. ان شاء الله هتفرج باذن الله، بكره هتفرج. هروح اغير هدومي والحق اروح للمعلم برهومه. يا رب يا رب فك زنقتنا بقى يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا دودو، انتوا قافلين القهوه ليه؟ معلم برهومة. ماله؟ تعيش انت. معلم برهومه مات؟ كل من عليها فان. لا حول الله. امتى الكلام ده حصل؟ النهارده الفجرية جات له سكتة وطلع السر الإلهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. برهومه مات، يعني لا عاد في شغل ولا مشغله. وادي كمان زومبا. مات؟ ايوه عناد، حتى الراجل اللي كنت حاطط عليه امل خد تاشيره وهاجر على القرف. ده ايه الوكسه دي يا ناس؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي يا عناد؟ انا مفيش في جيبي غير جوز جنيهات، يا دوبك دول يعيشونا ساعه الا ربع. خلاص يبقى لازم نشوف شغلانه. امتى وازاي وفين؟ مفيش قدامنا بقى غير ان احنا ندوس على نفسنا ونستلف. مين بقى اللي هيسلفنا؟ هو في غيرهم؟ مين؟ هويدا وسامح؟ لا، هو احنا لسه سددنا الديون اللي علينا ليهم؟ ادي الله وادي حكمته، قدرهم الاسود انهم عرفونا. حاضر. مساء الخير يا هايدا. مساء النور يا ابو سعيد، اتفضلي. ممكن لو سمحت تستعمل تليفونك؟ طبعا، قوي قوي. الو. ايوه يا ماما، انا يا ماما مش قادره استحمل حمدي خلاص صدقيني. ارجوكي تيجي تاخديني حالا يا ماما. لا انا بكلمك من شقه هويدا جارتي، من فضلك يا ماما تيجي بسرعه وتخلصيني منه، ارجوكي يا ماما. ماشي، مع السلامه. بوسينة اقعدي كده واهدي، اقعدي. احكي لي ايه اللي حصل؟ خلاص يا هويدا مش قادره استحمل الراجل اللي انا متجوزاه ده ابدا. ليه؟ هو جرى منه ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام مسينة؟ الحمد لله. مالك بتعيطي ليه؟ اصلها اتخانقت مع حمدي جوزها. ليه كفلنا الشر؟ حضرتك عاوزني اسيب الشغل واقعد في البيت، ولما جيت اعترض بس وقلت له لا راح ضربني بالقلم وشدني من شعري. معقولة يضربك بالقلم؟ كله من تحت راس اللي اسمه ايوب ده. ايوب اخويا؟ انتوا تعرفوه منين؟ لا لا مش ايوب اخوك يا هويدا، ايوب ده واحد تاني خالص متصاحب على حمدي من فتره بسيطه قوي، وهو اللي دايما يقومه عليا وكل شويه يخليه يتخانق معايا ويضربني، مع اني عمري ما شفت ايوب ده ولا حتى صدقيني اعرف شكله ايه. وايوب ده هو اللي اقنع جوزك انه يمنعك من الشغل؟ ايوه، وهو اللي وزه كمان يضربني العلقه الاخيره دي، عشان كده انا مستحلفه له لو شفته هكسر دماغه لازم. لا لا معلش، انت بس كده هدي نفسك وقولي لي حمدي جوزك نلاقيه فين دلوقتي؟ سايباه قاعد فوق في الشقه. سامح، اطلع له واتكلم معاه، يمكن نقدر نهدي الجو اللي بينهم. حاضر، هطلع له حل. هي طول عمرها كده حاطه نقرها من نقر ايوب صاحبي، مع انه عمرها ما شافته ولا قابلته. وبعدين ايوب ده يا استاذ سامح ده راجل فاضل كباره، ده في سن والدها يا راجل. انا رايي يا استاذ حمدي انكم تقعدوا مع بعض وتتفاهموا بهدوء. نتفاهم؟ لا 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 مفيش تفاهم بيني وبينها خالص، ده من بجاحتها يا راجل بتهددني بخليل. خليل؟ ايوه. لا ما توصلش لخليل طبعا. خليل مين؟ ابن عمها.
انا لا عمري قابلته ولا شفته، بس اسمع عنه. اسمع انه جلياط ولسانه طويل، والسمع ده يخليني اقول انه لما هيجي هنا هيلبخ في كلام. بس انا حالف لها لو خليل ده دخل بيتي هفتح دماغه بالشومه دي، وانا جايب له الشومه اهي ومجهزها له جنبي. طب قوم معايا. على فين؟ هنقعد على القهوه نشرب حاجه ساقعه، يمكن دمك يروق وتهدى. ماشي ماشي يا استاذ سامح، بس بقول لك ايه، انا مصر انها لازم تسيب الشغل وتقعد في البيت، وخليل ده ما يدخلش بيتي خالص. طب اهدى بس ويلا بينا، يلا اتفضل اتفضل. ده انا نفسي اشوف شكله اللي اسمه ايوب ده عشان افش غل فيه. ايه ما ركبته الاسعاف وبيته في المستشفى ما بقاش انا يا هويده. جيتي للحق، انا مستغربه قوي ان اسمه ايوب. ايوب اخويا بقى حاجه تانية خالص، راجل مسالم وطيب وعمره ما اذى حد. ممكن ارد على التليفون؟ قوي قوي حبيبتي اتفضلي. الو، اهلا يا عنايات، بتتكلمي منين؟ بنتكلم من كشك جنب بيتكم. ايوه، انتوا قاعدين ولا نازلين يا هويدا؟ قاعدين؟ طب الحمد لله. اصل انا وايوب كنا عاوزين نيجي نزوركم شويه، بس قلنا نكلمكم في التليفون عشان نتاكد انكم موجودين ولا لا. طيب مسافه السكه هنكون عندكم. مع السلامه. قاعدين؟ قاعدين. طب بص، اول ما نوصل بقى هنرسم نفسنا في الموقع ونوزع نفسنا. انا هروح ساحب سامح واتكلم معاه، انت تروح مستفرده بهويده تستلف منها الفلوس. استاذن انا بقى يا هويدا حبيبتي. ما انت قاعده معايا لغايه لما يرجع سامح من عند حمدي جوزك ونعرف عمل معاه ايه. مفيش فايده يا هويدا، انا عارفه حمدي وعارفه طباعه كويس جدا جدا. صدقيني ده جوزي وانا عارفاه يا هويدا. ما اطلع دلوقتي هلم هدومي وهستنى ماما لما تيجي تاخدني. صدقيني مفيش حل الا كده يا هويدا. انا اسفه يا هويدا اذا كنت ازعجتك معايا. لا ابدا، ما تقوليش كده. وحياتي عندك ما تزعلي مني. لا 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 لا. ميرسي جدا جدا، اشوف وشك بخير يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. صحيح، الدنيا دي ياما فيها. هو سامح اتاخر كده ليه؟ سعيدة يا هويدا. اهلا يا ايوب، ازيك يا عنايات؟ ازيك انت يا هويدا؟ معلش يا حبيبتي احنا جايين لك في وقت متاخر. ازاي بتقولي كده؟ ده البيت بيتكم. اتفضلي. امال فين سامح؟ طلع فوق عند الجيران بقاله يجي ساعه. وحياتك يا ايوب اطلع ناديله. والجيران دول في انهي دور؟ في الدور اللي فوقينا، الشقه اللي على اليمين. حاضر. عنايات، نعم يا ايوب. تنسيش اللي احنا جايين عشان. وحشاني يا عنايات. وانت كمان يا هويدا. دي لازم ماما. افندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين حضرتك؟ انا ايوب. ايوب؟ أيوب. انت ايوب؟ خش يا ايوب. خش يا ايوب. ايه يا وليه انت في ايه؟ انت ايوب؟ ايوه. انت لسه شفت جنان؟ انت ما شفتش جنان. يا ساتر انت يا رب. ايوب؟ أيوة. انا نفسي اشوفك من زمان يا ايوب. خير. انت ايوب؟ ايوه ايوب، هتعملي ايه يا وليه؟ افتح دماغك دي بالشومه يا الله ايوب. يا ناس، الحول ولا تعالى اهو. تعالى اهو. يا هاني بنتفاهم بالذوق. ذوق ايه؟ بعد ما خرجت بيتي، بعد ما قلت جوزي عليا، ذوق ايه؟ خد يا ايوب. خد يا ايوب. خد. اتفضلي يا عنايات، ال 500 جنيه. من حسن الحظ ان انا لسه النهارده افضل جمعيه اللي عملتها مع الستات جيراني. متشكره قوي يا هويدا، مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، الجيب واحد. ولا انت ناسيه بقى ان ايوب ده يبقى اخويا؟ الا صحيح هو اتاخر فوق كده ليه؟ مش عارفه، طلع علشان ينادي سامح، قعد جنبه. يا دماغي، يعني انا كان ايه اللي طلعني هنا بس؟ انا اسفه جدا لحضرتك، ما تزعلش مني، انا حقيقي مكسوفه منك قوي. انا كنت فاكراك ايوب تاني خالص، مش ايوب اخو هويدا جارتي. طب مش كنت تفهمي ده الاول يا ست هانم قبل ما تبطحيني؟ انا مش حاسس بدماغي، حرام عليكي. يا دماغي موجوده ولا مشيت؟ لا موجوده اهي، بس الاصابه شديده شويه حبتين. عموما على اي حال ما تزعلش مني، في اجزخان عندنا تحت البيت، هنزل اجيب لك شاش وقطن وهخفف لك الجرح، بس ما تزعلش. تقعد وتستناني ما تتحركش، ارجوك ما تتحركش، وحاجه حالا بسرعه. يا دماغي انا. ياني. انا ايه اللي طلعني هنا بس؟
الله اتحرك. قال ايه اللي طلعك هنا ايوب؟ بختك الاسود المضروب. ايه ده؟ انت مين؟ ولا دخلك شقتي هنا؟ لا سعادتك ما تقلقش، ما اصل قالت لي اقعد هنا اوعى تتحرك. ده هي اللي جابتك هنا وقالت لك اقعد هنا واوعى تتحرك، مش كده؟ يا اهلا، يا اهلا وسهلا يا استاذ خليل. خليل مين؟ لا هو في سوء تفاهم. انا ما اعرفش حضرتك مين ولا بتعمل ايه، بس خلي بالك في ست مجنونه هنا، وليا عامله زي الخرتيت. دي مجنونه عامله كده وكده وبتمسك تصور. سعادتك مسكت دي وفتحت لي دماغي. ده مين جوزها الحمار الغبي اللي مش فاهم ده؟ مسكت دي؟ انت لو تعرف جوزها قول له يسيبها، دي وليا مجنونه. ما انا جوزها. لا يا شيخ. الحقيقه. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. ده انا مستني سعادتك من بدري قوي. برضه؟ اصل الحقيقه بقى انا قلت لها لما يجي خليل ابن عمك ده انا هفتح دماغه بالشومه دي. ومفيش حد مع سعادتك هنا؟ ده انا وانت بس. يعني احنا صيدة؟ ان شاء الله. الحقوني يا ناس. انا مش هسيبك الا ما اسيح دمك. مش هسيبك الا ما اسيح دمك. دول اتأخروا قوي يا هويدا. انا مش عارفة قاعدين ده كله فوق بيعملوا ايه؟ دول لازم هما. سامح ايه اللي قعدك ده كله فوق؟ وفين ايوب؟ ايوب؟ الله، هو مش طلع لك فوق؟ ايوب يا لهوي! ايه ده يا ايوب؟ انت لابس هدومك ورايح فين كده على الصبح؟ راح للمصيبة اللي اسمها توحيد ادفع لها الايجار المتأخر. يا راجل حرام عليك نفسك، ده انت دماغك فيها 20 غرزة. معلش، ما انا لازم الحق اروح قبل ما جوزها يطلع من السجن، وال20 دول يبقوا 160 غرزة. عن اذنك. ربنا معاك يا ايوب. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ من فضلك، هي طنط اميره اللي ساكنه قدام حضرتك ما تعرفيش فين؟ انا ما اعرفش، اصل انا الحقيقه ماليش اختلاط بحد هنا، بس هي باب شقتها مقفول يجي اسبوع واكتر. يا خبر، لا تكون سافرت في حته. طب واحنا هنروح فين دلوقتي؟ مش عارفين. هي ايه الحكايه؟ مفيش حاجه، يلا بينا يا بنات، ما عادش قدامنا غير الشارع. شارع ايه؟ استنوا هنا. حضرتك عاوزه حاجه؟ خشوا يا بنات، اتفضلوا خشوا فهموني ايه حكايتكم بالظبط، اتفضلوا. اقعدوا. فهموني بقى، انتوا مين وحكايتكم ايه وشكلكم زعلان كده ليه؟ اسمي مي وانا اختها نهى. وانا اختهم ياسمين. مي ونهى وياسمين، الله اساميكم حلوه قوي. طب احكوا لي بقى حكايتكم ايه؟ بصراحه بابا وماما منفصلين عن بعض بقالهم مده، وبابا راح يتجوز واحده تانية. والنهارده بابا جه عندنا البيت وعاوز ياخدنا من ماما عشان نعيش معاه، وماما رفضته واتخانقت مع بابا. خوفنا لا يصمم على رايه وياخدنا معاه نعيش عند الست التانية. قمنا احنا هربنا وقلنا نيجي نستخبى عند طنط امير، اصلها صاحبة ماما من زمان. يا حبايبي بس انتوا غلطانين، ازاي تهربوا من بيتكم؟ اصل الست مرببه دي ست شرانيه قوي، ولو رحنا عندها اكيد هتاذينا. احنا اسفين ان احنا ازعجناك، يلا بينا يا بنات. على فين؟ ما نعرفش. لا خليكم معايا. تحبوا اعمل لكم شاي؟ لا متشكرين جدا يا طنط. احنا بصراحه تعبانين قوي عايزين ننام. في حد ينام الساعه 10 الصبح يا ياسمين؟ انا تعبانه من المشوار اللي مشيناه والنوم كابس عليا. طب تعالوا معايا، ادخلوا جوه وانا هريحكم خالص. خشوا. على فين؟ تخشوا تناموا لكم شويه. يلا تعالوا. معلش بقى يا بنات، الأوضة مش قد المقام. احنا مش عارفين نشكرك ازاي. ربنا يخليكي، انتي فعلا طيبة قوي زي ماما. يا حبايبي ده أنا نفسي يبقى لي بنات حلوين كده زيكم. طب يلا بقى اعملي زي ماما وادي كل واحدة مننا بوسة قبل ما ننام. حاضر. عنايات
عنونة، عنونتي. خير، اللهم اجعله خير. ايه ده؟ مين دول؟ ايوب. ايه يوس؟ ايه اغيب عنك 3 ساعات ارجع الاقيكي مخلفه 3 بنات؟ مخلفه ايه يا راجل انت؟ الله، فهميني مين دول؟ وطي صوتك للعيال يصحوا. تعالى ورايا بره وانا هفهمك على كل حاجه. مش على طراطيف صوابعك. ادي الحكايه، فهمت بقى؟ افهم ايه يا عنايات بس؟ احنا مالنا اذا كان ابوهم طلق امهم ولا امهم طلقت ابوهم ولا جدهم متخانق مع عمهم؟ تدخليهم البيت ازاي وتنيميهم في اوضه النوم بتاعتنا؟ يعني كنت عاوزني اسيبهم ينزلوا الشارع ويضيعوا؟ ما يضيعوا ولا يصيعوا، ما كانوا من بقيه اهالينا. يا راجل جرالك ايه يا ايوب؟ ده انت طول عمرك حنين وقلبك طيب. يا عنايات يا حبيبتي، دي مسؤوليه. افرضي ابوهم ولا امهم بلغوا البوليس عن اختفائهم، دلوقتي احنا موقفنا ايه؟ ما انا عشان كده يا حبيبي عاوزاك تنزل بسرعه كده وتخطف رجلك لغايه مامتهم، تطمنها على البنات وتقول لهم الحمد لله هم قاعدين عندنا في الحفظ والصون. طب انا اعرف عنوان امهم منين؟ لا، ما انا قبل ما انيمهم اخدت منهم العنوان عشان خاطري يا ايوب. يا حبيبي ده ثواب كبير عند ربنا. امري لله. ما عرفتيش امهم دي اسمها ايه؟ اسمها سكر درويش. سكر درويش. لو سمحت يا حضرتك. افندم. حضرتك من سكان العمارة؟ ايوه، عاوز حاجه؟ عاوز سكر سنترفيش. نعم يا اخويا. قصدي مدام سكر درويش. تطلع دور ال9 شقه 42. دور ال9. في اسانسير؟ في ليه؟ لا بس عشان اطلع على السلم. اهلا يا استاذ ايوب. اهلا سكر هانم. اتفضل. شكرا. طمني على البنات، اخبارهم ايه؟ لا البنات الحمد لله زي الفل وسايبهم نايمين عندي. يا ريت تقعدهم عندك في البيت قد اسبوع كمان. قعدهم اسبوع كمان؟ ده معروف كبير مش هنساهولك. طيب بس ايه السبب؟ زي ما انت عارف ابوهم عاوز ياخدهم مني وانا ما اقدرش اعيش بعيد عن بناتي، وهو مضطر يسافر على باريس بعد اسبوع، فلو ما لقاهمش وما عرفش لهم طريق هيضطر يسافر لوحده وما ياخدهمش معاه. طب لما يرجع من السفر ما هو هياخدهم يا استهانم. هو مش هيقدر يرجع قبل 5 سنين، اصله اتعين في سفارة مصر في باريس. ايوه بس افرضي حضرتك انه بلغ البوليس عن اختفاء بناته. هو مستحيل يعمل كده، حساسية مركزه تمنعه انه يشوشر على نفسه والناس تعرف المشاحنات اللي بيني وبينه. قلت ايه يا استاذ ايوب؟ قلت اللي تأمري بيه يا ست هانم، بس عارفه العيال محتاجوا مصاريف، اكل شرب غيارات نوم، وانا بصراحه عجنت. للاسف انا معيش فلوس في الوقت الراهن، لكن معايا شيك ب4 مليون جنيه قيمة ارض بعتها وهصرفه بعد 6 ايام، فلو تقدر تصرف عليهم الكام يوم دول وبعد 6 ايام تيجي تاخد اللي انت صرفته يبقى كتر الف خيرك. ايه ده؟ هاخد اللي صرفته بس؟ لا طبعا، انت هيكون لك مكافأة كبيرة نظير معروفك اللي عملتهولي. انا هدفع لك 10% من الشيك اللي هصرفه. 10% من الشيك؟ 10% من الشيك؟ 0.01 يعني 25,000. لو عاوز زيادة انا ما عنديش مانع. لا زيادة ايه؟ انا راجل مش طماع، ال 25,000 كفاية. خلاص استبينا، البنات تجيبهم لي بعد اسبوع وهسلمك ال 25,000 جنيه. اللي تشوفيها سكر هات. انست وشرفت. الله يأنس مقدارك. انست وشرفت. شرفت التانية. ايه ده ولا ده؟ ايه الزفر؟ انتوا مين يا ولد؟ ايه اللي جاب؟ يا ولد انزل من على الكرسي، تعال انزل من على الكرسي ده. بابا يا عنايات. ايه ده؟ ايه دول؟ ياسمين جابت شويه عيال من الشارع عشان يلعبوا مع بعض، بيتسلوا يا ايوب بيتسلوا. يا واد اسكت، ده بيتقفل منين الواد ده؟ مش عارفه.
يلا بره بره طوالي. امشي اطلع بره. امشي امشي عينيكوا. هما بيقولوا ايه؟ هوبا تيتو بامبو، هوبا تيتو بامبو. قاعد لوحدك ليه يا ايوب؟ ما تيجي تقعد معايا انا والعيال قاعدين نتفرج على فيلم بره في التلفزيون. انا لا عايز اشوف فيلم ولا عايز اشوف تلفزيون ولا عايز اشوف العيال دول خالص. انت لسه زعلان من ساعتها يا ايوب؟ طبعا يا عنايات، اللي حصل ده جاب لي فزع نفساني. انا ادخل البيت الاقي فيه السيرك القومي. دول عيال يا ايوب. اذا كانوا هم عيال فانا اعيل منهم بقى. وبعدين ازاي البنت اللي اسمها ياسمين دي تنزل الشارع تلم عيال الحته كلهم ويجوا يلعبوا في البيت؟ حقك عليا بقى يا ايوب. وبعدين ما تنساش ال25,000 اللي هتاخدهم من امهم لما ترجع العيال بعد اسبوع. حلينا اما يفوت الاسبوع هيكون العيال دوبوا البيت، وانت هيكون جالك صرع وانا هيكون جاني كاليكس وشر الرعاش. ما تهولش الحكايه بقى قوي كده. يلا تعالى اتفرج معانا على التلفزيون. هو في فيلم ايه؟ ريا وسكينه. بتفرجي العيال على ريا وسكينه يا عنايات؟ عايزه العيال يذبحونا واحنا نايمين يا عنايات؟ والله العظيم. انت جيت يا سامح؟ انت شايفه ايه؟ امال بتضحك ليه؟ لا ابدا مفيش. لا بقول لك ايه، انت قبل كده فضلت تضحك لما قلت لك ان عنايات وايوب اشتروا عربيه فول، وما تتصورش ساعتها ضحكك ده ضايقني قد ايه. اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ ما هو مش بايدي. اخوك ايوب ومراته عنايات دول المفروض يتالف عنهم كتب، منتجين السينما يعملوا لهم افلام باسمهم، مغامرات ايوب وعنايات. هم عملوا حاجه تانية؟ الاول اخبار الغدا ايه؟ مش مهم الغدا دلوقتي، احكي لي. لا 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 لا، اتغدى الاول وبعدين اقول. وبعدين بقى معاك يا سامح، من فضلك لو تعرف حاجه جديده قولها لي. وهتصدقي اللي هقوله؟ وايه بقى اللي هيخليني اكدبك؟ طيب اقعدي 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 وانا اقول لك. وادي قاعده. هويدا يا حبيبتي الف مبروك، اخوك ايوب ومراته عنايات جالهم قرطه عيال. يا سلام، هي عنايات خلفت؟ لا طبعا ما خلفتش. امال جالهم قرطه العيال دي منين؟ من عنده سكر. سكر ايه وملح ايه؟ انت بتخرف يا حبيبتي ما هو انا هحكي لك على كل حاجه. طب ما تحكي لي. طيب يا ساتر، اسمعي يا ستي. وانا جاي على هنا على البيت طقت في دماغي فجاه اني اعدي على اخوك ايوب ومراته عنايات ازورهم واسلم عليهم. كويس؟ كويس قوي. حلو. انا يا ستي وصلت لك عند باب الشقه ورحت ضارب لك الجرس، الا والاقي لك الست عنايات بتفتح لي الباب وحواليها 3 بنات. يا سلام، وجت منين بقى ال3 بنات دول؟ ايوه ما هي قالت لي وحكت لي. شوفي يا ست الستات، هؤلاء ال3 بنات هيجي من وراهم آلاف الجنيهات. آلاف الجنيهات؟ ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، اخوك ايوب هيقبض من ام البنات دول 25,000 جنيه. عنايات هي اللي قالت لك كده؟ ايوه. طب وايوب هيقبض 25,000 جنيه ليه من ام البنات؟ لانه هيرجع لها البنات زي ما خدهم منها. طب وليه بقى خدهم من اصله؟ ما هو هنا اصل الحكايه. طب ما تحكي لي بقى، انا شفت ريقي. حاضر يا ستي حاضر. روت لي الست عنايات والعهدة على الراوي كما تعلمين ان هؤلاء البنات ولا اقول لك، لا لا لا، انا هقوم اغير هدومي والبس البيجامه وبعدين اجي احكي لك. انت بتعلقني يا سامح؟ طيب والله اللي انا جايه وراك وعضك عضه كبيره. غريبة اللي بسمعه منك ده يا مي. وايه الغريب في كده يا نور؟ بقولك ان ماما سافرت البلد عشان تطلع لخالة العيانة، وانا واخواتي قاعدين عند عمي. عمك؟ بس انا من يوم ما خطبتك لحد النهارده ما جبتليش خالص سيرة عمك ده. وبعدين باباكي ده هيرجع امتى من السفر؟ قريب قريب قوي. ما تصوريش بابا وماما نفسهم يشوفوه ويتعرفوا عليه ازاي. انت عارفه لولا ان انا صممت ما كانوش وافقوا ابدا يروحوا يطلبوكي من مامتك، وانهم يعملوا خطوبتنا من غير ما يشوفوا شكل باباكي ويتعرفوا عليه. اكيد هيشوفوه ويتعرفوا على شكله. بابا مش هتاخر كتير في السفر. عموما ملحوقه، عمك وباباكي واحد. قصدك ايه؟ قصدي اني هجيب ماما وبابا ونروح نزور عمك اللي انت قاعده عنده ونتعرف عليه. يا خبر، تيجوا عند عمي؟ ايوه يا مي، مالك ارتبكت كده ليه؟ ابدا مفيش يا نور، تشرفوا تأنسوا في اي وقت. بطلي عياط بقى يا مي. انا اسفه قوي يا طنط.
اصل انا مش معرفه نور وعيلته ان بابا وماما منفصلين عن بعض، وان بابا متجوز ست تانية. طب ليه بس خبيتي عليهم؟ ما حبيتش اظهر قدامهم بصورة وحشة لما يعرفوا ان انا واخواتي بنتربى في بيت مفهوش اب، وان بابا وماما في مشاكل بينهم في المحاكم. اكيد مش هيرضوا ان ابنهم يتجوز بنت زيي، وانا بحب نور قوي يا طنط. بس انت لسه صغيره قوي على الجواز يا مي. انا عندي 16 سنة واتفقنا انا ونور ان نتجوز بعد ما اخلص الجامعة، يعني لسه قدامي 4 سنين. طب ما تزعليش نفسك يا مي، انا وعمك ايوب هنعمل التمثيليه اللي انت عايزاها. يعني ايه؟ يعني ايوب هيعمل عمك وانا هعمل مرات عمك قدام خطيبك وعيلته. ربنا يخليكي ليا يا طنط. بس قولي لي هما هيجوا امتى؟ اللادي على العشاء. اهلا وسهلا، انستونا وشرفتونا. ده احنا زدنا شرف يا استاذ ايوب. كان نفسنا نشوف الاستاذ اخوك. اخويا مين؟ انا ماليش اخوات. ازاي الكلام ده؟ بطل هزار بقى يا عمي، اخوك اللي هو بابايا. انتوا قصدكوا اخويا اللي من امي وابويا. هو سيادتك لك اخ من حد تاني؟ طبعا انا راجل كل معارفي بعتبرهم اخوه ليا. ما انا دايما مؤمن بالمثل اللي بيقول ربما لك اخ لم تلده لك امك. صح فعلا كلامك مظبوط. ويا ترى الاستاذ جلال هيرجع امتى من السفر؟ هو ان شاء الله، لانه جلال مين يا حبيبي؟ استاذ جلال اخوك. بابايا يا عمي بابايا. جلال يا حبيبي يا جلال، وحشني بشكل جلال. هو بيعمل ايه في البرازيل؟ بيشتري بن. عسل يا عمي، دمك زي العسل. فعلا عمك دمه خفيف خالص يا مي. شكرا يا حبيبي، ده بس من ذوقك يا استاذ. قلت لي اسمك ايه؟ نور. اسمي نور مصطفى. والاستاذ مصطفى ما جاش معاك ليه؟ انا مصطفى. حضرتك؟ ايوه. امال ليه يا بنتي قلت لي ان الاستاذ اسمه اعتماد؟ انا يا فندم اعتماد. حضرتك الاسامي اتلخبطت مع بعض. لكن حضرتك ما قلتلناش انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل عمي صاحب معرض سيارات. بالظبط، انا صاحب معرض سيارات. عظيم جدا، تلاقي حضرتك كل يوم بتركب عربيه شكل. ده حقيقي. اخر حاجه عندك كانت عربيه ايه؟ كانت عربيه فول. فول؟ قصدي فول اوبشن يا جماعه، عربيه فيها كل الكماليات، كانت جايه من الارجنتين. انا بتجيني من الارجنتين، بيبعتها لي صديق عمري مارادونا. هو حضرتك تعرف مارادونا؟ اعرف مارادونا؟ ده دفعتي، انا ومارادونا اصحاب. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. اهلا بيك يا فندم. اسمحوا لي بكل فخر اقدم لكم زوجتي الحسناء مسز عنايات. شرفتينا. فرصه سعيده جدا يا فندم. ده انا اللي سعيده بيكوا خالص. اتفضلوا اقعدوا. شكرا. عن اذنكم هتكلم مع الاستاذ ايوب كلمتين كده على استفراد. قوي قوي بكل ممنونيه. ايوب. وي. جو كومبري. جوسكو ترومبا. عن اذنكم. اتفضل. هنعشيهم ايه؟ تعشيهم ايه يعني؟ ما مش لازم يتعشوا. يعني ايه مش لازم يتعشوا؟ البنت عازماهم على العشاء. خلاص روحي كده شوف في الثلاجه اللي موجوده دي. التلاجة فاضية خالص ما فيهاش حاجة. بقول لك ايه، هات فلوس هنزل بسرعة كده اجيب شوية جبن على زيتون على شوية. يعني احنا ناقصين مصاريف جبن وزيتون؟ يا راجل دول كلهم 20 جنيه. وهم ال 20 جنيه قليلين، ده انا بتليم على 20 مليم بالعافية. ايه ده كمان؟ كباب يا استاذ. كباب ايه؟ ال4 كيلو اللي طلبتوهم. طلبنا ايه يا ابني؟ احنا ما بنطلبش، ده ممنوعات بالنسبة لنا. كباب ايه؟ احنا ما بنطلبش كباب ولا عندنا امل نطلب كباب. مع السلامة. استنى. انا اللي فوت على كريم وقلت له بعد الكلام ده على البيت. انت يا مي؟ ايوه انا. اما كنا عاشوا ضيوف ايه؟ نعيش ضيوف ايه؟ ازاي يا بنتي تتصرفي التصرف الطايش ده؟ طب هتجيبي منين فلوس يا حبيبتي تدفعي ثمن الكباب؟ انا مش هدفع حاجه، حضرتك اللي هتدفع. مين يا ضنايا؟ ما تدونا حق الكباب خلينا نمشي. من فضلك وطي صوتك شويه، مش عايزين فضايح اكتر من كده. صرف يا طنط على ايه؟ هتصرف يا اختي اعمل ايه؟ انا معيش ولا مليم، مش هدفع ولا مليم. ده انا ما كنتش عايز ادفع 20 جنيه، هدفع كباب يجي ب 100 جنيه. 180 جنيه غير البقشيش. 180؟ الله. هو في ايه يا جماعه؟ ابدا يا نور مفيش حاجه. العمل يا ايوب. مفيش غير اني هدفع يا عنايات. حسبي الله ونعم الوكيل. اعل
اعقل يا ايوب، دماغك هتتفتح تاني. سيبيني اخبط دماغي في الحيط بدل ما ارمي نفسي من الشباك. اهدى عشان خاطري. اهدى ازاي يا هانم؟ اهدى ازاي وانا دافع من جيبي 185 جنيه؟ ما انت لما هترجع العيال لامهم هتاخد 25,000 جنيه وتعوض كل اللي دفعته. انا مش في اللي دفعته، انا في ايجار الشقه المتاخر. كل اللي حيلتي 500 جنيه خدتهم من هويدا اختي، ما فاضلش منهم غير 315. الايجار المتاخر 360. الله، هو انت مش رحت امبارح دفعت الايجار المتاخر لست توحيده المعلمه؟ رحت بس ما لقيتهاش. الهانم كانت سافرت البلد عشان تجيب عيلتها واهلها عشان يستقبلوا جوزها المعلم عتريس. عقبال عندك هيطلع من السجن بعد بكره. يا دي المصيبه. صحيح، ما كذبش اللي قال اللي يخاف من العفريت يطلع له، واللي يخاف من الكباب يدفع له. أفندم. صباح الخير يا هانم. صباح النور يا فندم، مين حضرتك؟ أنا محفوظ، الأستاذ محفوظ. اهلا يا استاذ محفوظ، اتفضل. يتفضل فين يا نهى؟ مش اما نشوف حضرته مين الأول؟ ده يا طنط الاستاذ محفوظ اللي بيديني درس الفرنساوي. اصل انا كلمته امبارح من تليفون البقال وقلت له يجي يديني درس هنا. تسمحي لي حضرتك بالدخول؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. يا ريت طنط تعمل لي شاي للاستاذ محفوظ. من عيني، حاضر. اتفضل يا استاذ محفوظ، واقف ليه؟ شكرا. المكان ده كويس؟ كويس أوي. النهارده الدرس مهم جدا يا نهى، علشان انت عارفة الامتحان بعد بكرة. ايوه عارف، ربنا يستر. علشان كده الحصة مهمة جدا النهارده، وأنا هديلك الموضوعات اللي ممكن يجي منها الامتحان. ربنا يخليك يا استاذ محفوظ. بس معلش أنا أحب الأول آخد حساب الحصص القديمة. صحيح، النهارده ميعاد القبض بتاع حضرتك. افتكر فلوس حضرتك 150 جنيه. 200 جنيه؟ أنا اديتك 10 حصص، الحصة ب20 جنيه، يبقى الحساب 200 جنيه. طب ناخد حصة النهارده الأول؟ لا معلش أنا آسف، أحب الأول أدور على ما فات ثم أنظر فيما هو آت. طب دقيقة واحدة وراجع لحضرتك. طنط عنايات، اديني بصب الشاي اهو يا نهى. سيبك من الشاي دلوقتي. في ايه يا نهى؟ عاوزة 200 جنيه. 200 ايه؟ 200 جنيه يا طنط. بتوع ايه؟ تمن الحصص اللي فاتوا اللي اداهم لي الأستاذ محفوظ. يا سلام، يعني الأستاذ محفوظ بتاعك ما حبكش ياخد ال 200 جنيه غير النهارده؟ هو مصمم إنه ما يدينيش الحصة إلا لما يقبض تمن الحصص اللي فاتوا. طب والعمل يا نهى؟ لازم نديله 200 جنيه يا طنط. لو ما ادانيش الحصة بتاعت النهارده مش هعرف أجاوب في الامتحان بتاع بعد بكرة. طب أنا أجيب لك منين دلوقتي 200 جنيه يا نهى؟ من أنكل أيوب طبعا. أنكل أيوب؟ يا سلام، ده أنكل أيوب إن شاء الله هيروح فيها المرة دي. أيوب اصحى يا أيوب، رد عليا. صباح الخير يا عنايات. اديني 200 جنيه. وانت من اهله يا عنايات؟ يا أيوب اصحى اعمل معروف، اديني 200 جنيه. عشان ايه يا عنايات؟ عشان الأستاذ محفوظ. محفوظ مين يا عنايات؟ المدرس الخصوصي بتاع نهى، اصل هو له 200 جنيه من حصص فاتت ما كانش خدها، مش راضي يدي البنت الدرس الا لما يقبض فلوسه. ما ان شاء الله ما اداها لا درس ولا اداها قطران اسود كمان. ايه 200 جنيه؟ بمناسبه ايه اديله انا 200 جنيه؟ يا ايوب احنا لازم ندفع له، والا البنت بكره مش هتقدر تجاوب في الامتحان بتاع الفرنساوي وتسقط. ما تسقط، ما كلنا بنسقط. ما انت بقالك 12 سنه في الاعداديه وشغاله والحمد لله، وطول النهار ماشيه تغني وتقولي 5 في 6 في 70 يوم، ما حصلش حاجه. عشان خاطري يا ايوب اديني ال 200 جنيه. واخرتها عنايات؟ خير ان شاء الله، ما احنا لما نرجع البنات عند مامتهم هنقبض 25,000 جنيه وتعوض كل اللي دفعته. يا دي ال 25,000 جنيه اللي هكوع دمي بسببه. حاضر يا ستي. اتفضلي، حار ونار في جتته. هو الأستاذ محفوظ ده مدرس فرنساوي؟ قوي. طيب وانت رايحه له قولي له جوزي بيسلم عليك وبيدعي لك، بيقول لك إلهي يا رب
وانت ماشي تقع في بير ملوش اغار. وي اتفضل يا استاذ، 200 جنيه. ميرسي بكو مدام. نعم يا اخويا. بيقول لك متشكر جدا بس بالفرنساوي. وي لا شكر على واجب يا سيد، اتفضل ادي البنت الدرس. تغيب يا مدام. يلا يا نهى يا بنتي استعدي. تحت امرك يا استاذ. افتحي الكتاب على صفحة طوال. الجرس تاني، اكيد في مصيبه كبيره وجايه لنا. راجل مين يا حبيبتي؟ مش هتفلتي من ايدي يا مصوص الرقبه. حسك عينك تمد ايدك على البنت. الله الله، في ايه تاني؟ البنت دي بنتك. ايوه بنته وانا امها. ايه عملت لك ايه يعني؟ كسر ازاز العربيه بالكوره. كسر جزاء ايه يا بنتي؟ ده الكلام ده صحيح؟ ايوه مظبوط. يا دي اخرة الشقاوة يا ياسمين. احنا اسفين قوي يا حضرتك. الله الله يا عبد الله، خليهم متاسفين، انا عاوز حق الدبيس. مين اللي هيدفع؟ انتوا طبعا، والله هكسر البنت على دماغكم. هدفع له يا استاذ احسن ولم الموضوع. ايه ده جاي مع مين ده؟ مين ده؟ ده الاستاذ محفوظ مدرس الفرنساوي. طب ما تدفع له انت يا اخوي، ادفع له انت بدل 200 جنيه اللي خدتهم شفطتهم، ادفع له منهم. يا استاذ وانا مالي؟ ادفع له انا ليه؟ يلا يا بنتي ناخد درسنا. ما تخلصونا 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ايوه، عربيه ازازه مش رخيص، عربيه عزيرو. ما احنا جيوبنا حضرة عزيرو. بقول لك ايه؟ انا هصيح دمك. ادفع له يا ايوب، ادفع له. منين يا حبيبتي؟ يا حضرة عندنا تلفزيون مش بطال، تاخدوا بدل الازاز. فين هو التلفزيون ده؟ هناك اهو. حاجه وسلام. يلا اوعى ايدك، اوعى مش ما تكملش. يلا حضرتك حاجه يا سعادتك دلوقتي بقى عندك تلفزيون ودش، سيب لنا القناه. انت هتحصل معانا مش هم كلكم الغم. راح تلفزيوني. معلش يا ايوب، ما هو احنا ان شاء الله. عارف هتقولي ايه؟ ما احنا لما هنرجع العيال لامهم هتدفع لك ال 25,000 جنيه. تمام كده. والله انا خايف عبال ما نرجع العيال لامهم نكون بعنا البيت كله يا عنايات. استغفر الله العظيم يا رب. هو الجرس ده ما بيبطلش رن ابدا؟ الواحد مش عارف يرتاح ساعه على بعضها. طيب جايه اهو جايه. ايه ده؟ حد رن الجرس بالطريقه دي؟ لا دي قله ذوق. اهلا الست توحيده. وانا عماله اقول رنه الجرس الحنينه دي بتاعت مين؟ تقوليش معزوفه موسيقيه لحن من الحان محمد عبد الوهاب؟ لا ده مش جرس ده ابدا. خلاص خلصتي ايه؟ المحلاسه والحلياطه ومسح الجوخ. فاكره ان انا هاكل من كلامك ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا جايه النهارده ومستحلفه يا دفع الايجار يا الطرد من العقار. طب وطي صوتك يا ست توحيده، اعملي معروف عشان بس الجيران. اتفضلي ادخلي. ادخل ما ادخلش ليه؟ فسحت يبقى بيتنا وما اخشش. قال فين الفلوس؟ اتفضلي اقعدي. فين الفلوس؟ اعمل لك حاجه تشربيها. فين الفلوس؟ يا ست توحيده الكلام اخد وعطا. ما انا جايه يا اختي عشان الاخد والعطا. انت تديني الفلوس وانا اخدها النهارده. اللي هو النهارده؟ امال النهارده ده يبقى امبارح. بقول لك ايه، انتوا قلتوا سيبينا يومين وانا سبتكوا يومين. فين ال6 اشهر بقى المتاخرين؟ اسكتي يا ست توحيده. ايه يا اختي في ايه؟ اقعدي اما احكي لك. خير. حلمتلك حلم، انما ايه؟ حلم كله نور وفيه الخير والسرور. حلم خير، اللهم اجعله خير. احكي يا اختي. حلمتي يا حبيبتي. قال ايه؟ قال انت لابسه ابيض في احمر. ابيض في احمر؟ ليه؟ هلعب في النادي الاهلي؟ اسمعيني بس. سمعتك. قال وانت يا حبيبتي لابسه ابيض في احمر. قال ايه؟ راكبه فوق ظهري معزه. معزه؟ ايه يا السعنيات؟ انت كنت نايمه في زريبه؟ يا اختي استنى ما اكمل لك الحلم. كملي اما اشوف اخرتها. قال وانت راكبه فوق ظهر المعزه. قال ايه؟ لقيتي قدامك جبل كبير قوي. قال قعدتي طالعه عليه لحد ما لقيتي مغاره وقدامها باب. رحتي مخبطه على الباب، طلع لك 2 فحايل وكبار كده اهوت وراحوا هاجمين عليكي. طلعوا 2 حراميه، قعدتي تعضعضي فيهم بسنانك لحد ما ربنا نصرك عليهم نصره قويه. الله، اما حلمك حلو قوي. مش قلتلك؟
تعرفي ان انا اعرف افسره؟ طب يا اختي فسروه لي وفرحي قلبي. هفرح قلبك ونص. المعزه اللي انا جايه راكباها ده التاكسي عينيا اللي انا جايه بيه لحد هنا، والجبل العالي اللي انا طلعته ده سلم العماره بتاعتي عشان اطلع لحد هنا، وباب المغاره اللي انا خبطت عليه ده باب شقتكم. مظبوط يا حبيبتي. طب والاتنين الحراميه؟ انت وجوزك. هيكون مين غيركم يعني؟ بقول لك ايه، انا سنالكوا اسناني من امبارح، هفضل اعضعض فيكوا اعضعض فيكوا لحد ما ارميكوا في الارض ان ما جبتوش الايجار. اغص. تعال هنا. الست توحيدة حدانا في الدار، أضيئوا الشموع واحضروا المزمار وأقيموا الأفراح بالليل والنهار، وابتدى المشوار. بطل هاكس يا فشار، فين الإيجار؟ ويحك يا شمطاء وكفاك هزار. أنا ما بهزرش يا ابن حلزة، أنا جيت حسب ميعادي معاكم. فلوسك هتاخديها ان شاء الله يا ست توحيده، اطمني. الدفع فوري يعني كاش ماني. طبعا كاش ماني. اسكت يا توحيدة، مش شفت لك حلم امبارح؟ انت كمان حلمت بيا؟ انتوا جرالكوا ايه؟ جات لكم شوطه في العيله؟ ما تبقوا تتغطوا كويس. قديمه يا ايوب، العب غيرها. يلا خلصوني، عايزه امشي، التاكسي واقف مستني. طب اهدي بس كده عشان نعرف نتكلم. مش عايزه اتكلم، هما كلمتين وبس. عين فين؟ يعني ايه؟ عايزه فلوسي. خلاص فيه به. كويس، هات ادفعهم لي. وانتي فهمتي فيه به يعني ايه؟ فيه به يعني فلوسك بدفعها. فيه به يعني فوتي بعدين. ايه؟ بعدين ده ايه يا اخويا؟ بقول لك ايه؟ فيه لام عين. يعني ايه؟ فلوسي لا خلص عليكم. يا سلام، سين وسين. يعني ايه؟ هي سايبه ولا سايبه؟ يعني بتتحدوني انتوا الاتنين. يا ستي لا بنتحداكي ولا حاجه، فلوسك هتاخديها على داير المليل. امتى؟ بعد يومين بالكتير. ما انتوا قلتوا قبل كده بعد يومين وما حصلش. لا ان شاء الله المره دي اكيد هيحصل. اصل ايوب هياخد 25,000 جنيه، هندفع لك منه الايجار المتاخر وسنه مقدم كمان. خلاص اذا كان كده استنى كمان يومين، بس يومين لحسن انتوا عارفين بعد كده ايه اللي ممكن يحصل لكم. هيحصل ايه يعني؟ يحصل ايه؟ يحصل المعلم عتريس هيخرج من السجن، ولما يخرج من السجن هحكي له على اللي انتوا عملتوه، ومش هيحصل لكم كويس من المعلم عتريس. ان شاء الله مش هيخرج، وربنا يجيب العواقب سليمه. بقول لك ايه، هاتي 10 جنيه. 10 جنيه بتوع ايه؟ بتوع التاكسي اللي مستني تحت بقاله ساعه، ولا عايزين تعطلوني واحاسبه من جيبي؟ ده انا صوتي اتنبح معاكم. لا الحقيقه ما يصحش، مش للدرجه دي. 10 جنيه دي 10 جنيه، انا معيش ولا مليم. معاكي 10 جنيه؟ لا معاك يا ست توحيده 10 جنيه. يا اختي معايا، وامريني. عايزه زياده؟ خد. الحمد لله لقيت 10 جنيه، اتفضل. هات احسن من عينك، على الاقل اطلع منكم بحاجه. شفتي لما بيبقى معانا فلوس ما بنبخلش على حد. يكون في علمك هما يومين وراجعه لكم تاني. فوتكم من غير نفس. اعوذ بالله، وليا قرشانه. ما تنسيش واحنا بندفع لها الايجار نخصم ال10 جنيه اللي احنا سلفناها لها. يا ايوب، هما العيال فين؟ لسه نايمين. طبعا نايمين، مش شايلين هم حاجه. معلش يا ايوب، كلها يومين 2 ونودي العيال لامهم وناخد 25,000 جنيه. عين ألف. يعني ايه؟ على الله. مساء الخير يا ست سكر. اهلا، مساء النور يا استاذ ايوب، اتفضل اقعد. متشكر. ها، تحب تشرب ايه؟ هو لو في لحمه اخد عصير كفته، اصل بصراحه هموت من الجوع. متر؟ تحت امر حضرتك. من فضلك سندوتشات كفته للاستاذ. سوري مدام، مفيش كفته. خلاص لحمه راس ماشي. هنا مفيش الحاجات دي. تاخد سيادتك هوت دوج؟ ايه دوج ده؟ دوج يعني كلب؟ انت عاوز توكلني لحم الكلاب يا راجل يا ولف انت؟ سوري مدام، فهميه. لا مالكش دعوه بالمدام، خليك معايا، انا اللي هاكل.
في ممبار، في سجق، في سوسيس زي الممبار والسجق. خلاص هات 2 من اللي قلت عليهم دول سندوتشين. تاخد معاهم كاتشب؟ انا لما باكل ما احبش اشرب، ما انا اكلت حاجه عشان اشرب. بيقول لك تحب معاهم كاتشب. كاتشب اللي هو ايه يعني؟ حاجة حمرا كده زي الصوص. دمعه؟ هي فعلا دمعة. لا 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 بلاش دمعه، انا في حكايه الدمعه دي بحب اغرف كده وازروت نفسي. لا بلاش خالص، هات سندوتشين من اللي قلت لك عليه. حاضر يا فندم. ها يا استاذ ايوب، ايه الموضوع المهم اللي انت قلت لي عليه في التليفون انك عاوز تقابلني عشانه؟ هو في موضوع غير موضوع البنات يا ست سكر؟ لا 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 بلاش كده بقى، جمدي قلبك امال. الله، انا بصراحه قدام الحاجات دي قلبي رهيف ما بستحملش. غصب عني الدموع فرت من عيني يا استاذ ايوب لما جبت سيره بناتي. ما تتصورش هما وحشني قد ايه. طبعا يا عيني دول بناتك، وطول عمر الضفر ما يطلعش من الودان. طمني يا استاذ ايوب، البنات اخبارهم ايه؟ بياكلوا كويس؟ بيذاكروا كويس؟ بيناموا كويس؟ يا ست سكر من الناحيه دي حط في بطنك بطيخ عصيفي. انا وعنايات مراتي شايلين بناتك في عينينا من جوه. جميلك ده هيفضل في رقبتي طول العمر يا استاذ ايوب. وابوهم خلاص ما بقاش عنده امل انه يلاقيهم، وفي خلال يومين بالظبط هيسافر على باريس مع ست الهانم اللي اتجوزها عليا. طيب يا ترى ايه اخبار الشيك اللي مع سيادتك؟ ما تقلقش، انا عندي وعد ليك، في خلال يومين بالظبط هصرف الشيك وهسلمك ال25,000 جنيه اللي انا وعدتك بيهم. يعني لما هسلم حضرتك البنات هتسلميني الفلوس؟ طبعا في خلال يومين بالظبط اتاكد ان ابوهم سافر بلا رجعه، تجيب لي البنات وهسلمك الفلوس. بس انا عاوزه البنات وهم عندك يتربوا بنفس التربيه اللي انا عودتهم عليها. يا ست هانم بناتك حلوين ومتربيين وزي الفل. ده صحيح، لكن ده ما يمنعش ان انا معوداهم على عادات معينه عاوزاك تمشيهم عليها بالظبط وهم عندك في بيتك. طب وايه العادات اللي حضرتك معوداهم عليه؟ يعني مثلا علقه قبل النوم. تطلع ايه علقه قبل النوم دي؟ لازم ليلاتي قبل ما البنات يخشوا يناموا تضربهم علقه سخنه بالخرزانه. اضربهم بالخرزانه؟ او بايد مقشه او عصايه غليه بتاعه الغسيل، حاجه زي كده. طب وليه الافتراء ده؟ ده مش افتراء، ده هي دي التربيه السليمه والحكيمه يا استاذ ايوب. الضرب؟ اي نعم، الضرب ربايه، والربايه صرامه، والصرامه تاديب وتهذيب واصلاح. وانا معوده بناتي على التربيه الشديده دي. مش احسن ما كان ابوهم ياخدهم يعلمهم الدلع والمياعه ويضيع مستقبلهم؟ والله يا اختي عندك حق. يلا يا بنات قوموا ناموا بقى. صباح على خير يا طنط. أهل خير. صباح الخير. وانتي بأهل خير. صباح على خير يا طنط. انتي بأهل خير. الله، عمو أيوب جه، يلا بقى قولوا له تصبح على خير. تصبح على خير يا عم. وانت من اهله يا حبيبتي؟ تصبح على خير يا عم. يا حياتي وانت من اهله. تصبح على خير يا عم. واهله منتي. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا حلوين، احلموا احلام جميله. يلا يا عناد روح هاتي لي ايد المقشه. ايد المقشه ليه؟ هتتعشى؟ ايد المقشه من جوه. عاوز ايد المقشه ليه؟ استعنا على الشقه بالله. اوعي. الحمد لله طحنتهم ونيمتهم. انت ازاي تطحن البنات الطحنه دي؟ يا حبيبتي امهم وصتني وصيه ولازم انفذها. وصيتك تضربهم بايد المقشه؟ اي حاجه، ان شاء الله حتى عصايه الغليه. ليه؟ يا حبيبتي دي اصول التربيه الحديثه. بالضرب؟ اي نعم، الضرب ربايه، الربايه صرامه، والصرامه تأديب وتهذيب واصلاح. يا حبايبي يا بناتي، وحشتوني قوي، وحشتوني. يا ترى عاملين ايه ورحتوا فين؟ حاضر.
فين؟ ايه لا 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 استني يا اولاد، عفاريت. لا مش دي. مش دول بنات الست سكر؟ ايوه. احنا عاوزين نقابل الست سكر. انا سكر. لا سكر التانية بقى. مفيش سكر غيري، انا سكر ام البنات. انتوا مين؟ دول اللي كنا عايشين معاهم يا ماما. انتوا بقى اللي كنتوا خاطفين الولاد. خاطفين مين يا ست هانم؟ حس ولا كلمه، انا فاهمه كل حاجه. البيه جوزي كان مخبي البنات عندكم، ولما الست مراته رفضت ان البنات يعيشوا معاها قامت سافرت هي والافندي على بره، وانتوا طبعا اضطريتوا تجيبوهم تاني. ايوب ايه بلا ايوب بلا زفت؟ انا مش فاهم حاجه من الحرمه دي. يا ماما انكل ايوب وطنط عنايات ما كانوش خاطفيننا ولا حاجه. بس يا نوح حبيبتي انت صغيره وما تفهميش حاجه، انا مضطريه ابلغ البوليس. البوليس؟ وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام أنا مش هشرب حاجة بسكر تاني. ولا أنا. كده الموقف اتضح وبقى ظاهر يا أستاذ أيوب. الست اللي قابلتها في المرة الأولانية كانت سوسن الزوجة التانية، دخلت شقة مدام سكر بالمفتاح اللي أخدته من جوزها علشان تلمله بقية هدومه وأغراضه، وطبعا في غير وجود مدام سكر. ولما قابلتك فهمتك إن هي أم البنات وطلبت إنك أنت تخلي البنات عندك لمدة أسبوع. طب وليه عملت كده يا فندم؟ عشان جوزك يدور على البنات ما يلاقوهمش، يقوم يضطر في النهاية إنه يسافر معاها أوروبا من غير ما ياخد البنات طبعا، وهي دي في النهاية رغبتها. يعني أنا وأعوذ بالله من قولة أنا انضحك علي. للأسف أيوة يا أستاذ أيوب. عادي. طب وال 25,000 جنيه اللي وعدتني تديهم لي؟ ضحكت عليك لأنها عارفة إنها مش هتدي لك أي حاجة. يعني احنا خدنا بومبة تانية يا أيوب؟ فشر. ما تزعليش يا حبيبتي، ما دي فكرتني بنكتة الحمار اللي قال للحمار إيه؟